اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش واخصائي ارشاد ودعم نفسي وممارس للبرمجه اللغويه العصبيه. تعالوا النهارده نشوف ازاي احنا بنتكلم مع نفسنا، وازاي طريقتنا مع نفسنا في الكلام ممكن تكون سبب مخاوفي، احساسي دايما بالنقص، سبب اساسي في ضعف ثقتي بنفسي، سبب طول الوقت ان انا ولا عارف اتغير ولا عارف انجح ولا عارف اتطور. تعالوا النهارده نحط ايدينا على نقطه مهمه جدا، وهي ازاي ان انا اقبل نفسي، ازاي ابدا التغيير الحقيقي مش الوهمي، مش مجرد شعارات ولا كلام وخلاص، لا، ازاي اتغير تغيير حقيقي من خلال ان انا ابدا اتقبل ذاتي. احنا بنسعى كتير ان احنا نقارن نفسنا بالناس اللي حوالينا وبالعالم اللي في السوشيال ميديا وفي الاخر بننسى ان احنا ما بيننا وبين نفسنا احنا رافضين كل شيء جوانا، لان احنا مش بنقف مع نفسنا، احنا طول الوقت شايفين اللي بره اكتر، مش قادرين نبص على الصوره الحقيقيه اللي جوانا ونقبلها عشان نقدر نغيرها ونطور منها. يعني انت طول ما بتسعى انك تطور من الحياه اللي انت فيها وتسعى للنجاح من غير ما تبدا تشوف نفسك وتقبلها قبول حقيقي وتحبها، عمرك ما هتقدر تتغير في حالة سلام وهدوء. هتلاقي نفسك طول الوقت عندك صراع داخلي، في خناقة جواك، وده بسبب عدم تقبل الذات. تعال النهارده نتعرف يعني ايه تقبل ذات، وازاي في ناس فعلا صعب عليها انها تقبل نفسها، وايه الخطوات المهمة اللي ينفع اعملها من خلالها ابدا اتقبل ذاتي واحب ذاتي وابدا في رحلة التغيير الحقيقي. تقبل الذات مش معناه ان انا اتقبل الحالة اللي انا فيها، يعني انا هفضل كسلان وهفضل عايش في منطقة الراحة بتاعتي. تقبل الذات معناها ان انت تبطلي وتبطل انك تحارب نفسك، بطل كل الصراع والخناق اللي جواك، بطل جلد ونقد على الذات طول الوقت. تعالى اقبل نفسك، يعني شوفها بصدق، شوفها بعين حب مش بعين كره وعين رفض. هو ابدا اشوف انا من جوايا كنفس بشرية فيها حاجات ضعيفة زي ما في حاجات قوية وبكون منبهر بيها ومبسوط بيها، في حاجات ضعيفة محتاج ان انا اشتغل عليها، في حاجات انا بحبها في نفسي قوي، وفي حاجات انا المفروض اعدل منها كعيوب، مش اكرهها ولا ارفضها. هو ده المعنى الحقيقي لتقبل الذات. عمرك ما هتقدر تغير اي حاجة في حياتك من خلال السلام الداخلي الا لما تتقبل ذاتك وتحبها. اول ما هبدا ان انا اتقبل واحب ذاتي، اول طريق ليك في الشفاء والتحرر والتغيير الحقيقي. وزي ما عندنا مقولة مهمة جدا في علم النفس بتقولك المقارنة الغريبة هو إنما عندما أتقبل نفسي كما أنا أستطيع التغيير. يعني مفيش أي تغيير هيحصل لأي إنسان إلا من خلال إنه يبدأ يتقبل نفسه، يبدأ يشوف نفسه بضعفها بقوتها، بمميزاتها بعيوبها. طبيعي جدا، أنا إنسان طبيعي إن أنا عندي مميزات وعندي عيوب، بس أنا محتاج أشتغل على نقاط الضعف اللي عندي، محتاج أتقبل العيوب واشتغل عليها وابدا اخليها بدل ما هي ضعف هتبقى نقطه قوه عندي. وهنبدا نفهم ده من خلال ان انا ابدا افهم الاول هو انا ليه صعب عليا ان انا اتقبل ذاتي. طب ليه بقى صعب ان انا ممكن اتقبل ذاتي؟ اول حاجه ان عقلنا طول الوقت متبرمج على افضل نسخه تكون موجوده فيا، يعني عايز صوره مثاليه، بيسعى دايما للمثاليه. بيقول ان انت لو جبت 99% فين ال1%؟ فلو انا جبت 99% يعني انا عندي نقص 1%، فده بالنسبه له فشل. ده جاي نتيجه ايه؟ برمجه الطفوله واللغه اللي اتحطت عندي في الطفوله، طريق الاهل، عن طريق المدرسه، عن طريق المجتمع اللي انا فيه. طول الوقت انا مش كفايه، انا ما ينفعش، انا فاشل، انا مش زي فلان، انا مش جميله زي فلانه، انا عندي نقص في الحته الفلانيه. فطول الوقت هنا عقلي بيبدا يحط صوره مثاليه المجتمع اللي حطها عنده. فكل الحاجات اللي احنا اتبرمجنا عليها من الطفوله بتبدا تخلي في صوره مشوهه جوه العقل، وبيبدا دايما يسعى للكماليه والمثاليه. فانت بالنسبه له غير كافي، انت بالنسبه له فاشل. نتيجه الكلمات السلبيه اللي بتحط جوانا بيبدا يحصل الحرب بيني وبين ذاتي، بيحصل دايما صراع داخلي بيني وبين ذاتي، تحس انت مش مرتاح. كل ما بتعمل حاجه طول الوقت انت شايف فشل، انت عمال تبص على الجزء اللي ناقص عندك مش على الجزء اللي موجود في حياتك. انت طول الوقت عمال تقول انا عملت كذا يبقى انا غير كافي، يبقى انا غير مش عارفه ايه، يبقى انا فاشل، يبقى انا ما ينفعش في الحته دي، ومش قادر تبص ان انت عملت حاجه كويسه، ان انت طول حياتك بتسعى للحاجه اللي ناقصه عندك، مش بتشكر وتمتن لوجود الحاجات الايجابيه اللي عندك. فابدا اول حاجه اعرف ان عقلك متبرمج على المثاليه، عايز صوره معينه نتيجه ان انا اتحط عندي في المجتمع اللي انا كنت فيه حاجات معينه بتسعى ان انا اكون مثالي في اي شيء بعمله. وعايزه اقول لكم واكد عليكم مفيش حد مثالي. طول ما انت بتسعى للكماليه او المثاليه في حياتك
انت طول الوقت تعبان جدا ومش قادر ترتاح ومش قادر تحب نفسك، ولا هتعرف تحبها ولا هتعرف تقبلها. لان الجمل دي كفيلة انها تخليك تعيش في حالة النقد المستمر وجلد الذات. فتبدأ تلاقي الناس اللي بتسعى للكمال والمثالية اول ما تبدأ في مشروع معين ويحصل بس فشل بسيط في المشروع، الموضوع بالنسبة له انتهى، انا فعلا فاشل. بعد الكلمة دي تبدأ تلاقي فقدان الحماس، مفيش طاقة ان انا اشتغل. بعد كده انا بقف مكاني وبرجع لنقطة الصفر، وابدأ بقى الاقي عقلي بدأ يجيب لي كل صور الفشل اللي حصلت في حياتي ويحطها قدامي ويرستقها لي كده ويعيشني في حالة الحزن وحالة الفشل اللي انا طول الوقت اصلا عليها، وعمري ما هعرف اخرج منها لان انا غير كفاية، لان انا فاشل، لان انا اتبرمجت على كده. طيب يا ترى بقى ايه اللي يخليني ابدا اقبل نفسي واحب نفسي؟ تعال اقول لك على اهم الخطوات العمليه. اول حاجه لازم يكون عندي وعي. ابدا اسال نفسك ايه الصفات اللي انت بتحبها في نفسك، وابدا ورقه وقلم وطلع الصفات اللي انت بتحبها في نفسك واكتبها. تاني حاجه ابدا شوف الحاجات اللي انت بترفضها وبتكرهها في نفسك. وانا بكتب كل حاجه انا بكتب بدون حكم، اوعى تحكم على نفسك ابدا. كانك كده شايف صوره، شايف فيلم بتتفرج عليه، وانقل الفيلم اللي انت شايفه ده على ورقه. لما ابدا ان انا احط كل حاجه قدامي وابدا اشوفها ومش بحكم، انت هنا بتبدا تبرمج عقلك انه يبدا يقبل النفس دي، يقبل حياتك دي، يقبل المشاكل اللي عندك دي. انا بقبلها، انا مش برفضها، لان كل ما برفض حاجه كل ما بتزيد معايا. كل ما قاومت حاجه قاومتها كل ما صرعت معاك وبدات تزيد في حياتك. فانا محتاج اول حاجه اتقبل العيوب اللي عندي واكتب الصفات اللي انا بحبها في ذاتي بدون اي حكم. دي بدايه برمجه عقلك على تقبل الذات. تاني حاجه بقى ابدا غير لغه برمجتك. يعني انا طول الوقت عمال اقول انا كسول، انا كسيله، انا مش قادره اعمل ده. بدل ما اقول ان انا كسيل او كسوله او ابداي حطي لغه جديده. انا محتاجه اتعلم ان انا ادير طاقتي بصوره افضل من كده. يعني انا دلوقتي الوقت عمال يروح مني وفي طاقه عماله تهدر مني، فبالتالي بيبان لعقلي ان انا كسول. ابدا اقول ان انا محتاجه اتعلم ازاي ان انا ادير الطاقه دي في الوقت ده وابدا اعمل حاجه. انا محتاج اتعلم اداره لحياتي. ابدا شيل الطاقه اللي عماله تستنزف في كل حته وحطها لهدف معين. يبقى انا هنا ببدا اقول لعقلي ابدا بص على الاهداف اللي انا عايزها وابدا اشتغل عليها. فانا هنا شلت كلمه انا كسول وبدات اغير اللغه الداخليه اللي هي اصلا اساس البرمجه عندك. تعالى بقى اقول لك على نقطه مهمه في التغيير، الرحمه. انك تكون لطيف ورحيم بنفسك بدل النقد المستمر. كل ما بدات تغير نبره صوتك وتركز انت بتقول ايه لنفسك وبدات تكون لطيف مع نفسك، كل ما بدات تبرمج عقلك ازاي يبدا يتقبل نفسك. ازاي اتقبلني بدون نقد، بدون ان انا كل شويه اجلد ذاتي، انت السبب، انا المفروض كنت عملت كذا بدل كذا. لا، انا لطيف معاها، خدي وقتك، انت كنت تعبانه الفتره اللي فاتت، محتاجه ان انا اكافئك على حاجه معينه. ابدا خليك دايما لطيف وركز على لغتك مع نفسك. انت هنا بتعيد برمجه العقل انه يكون لطيف ويبدا يتقبل بدل الرفض اللي طول الوقت شغال. رابع حاجه بقى التقدير اليومي. يعني انا مهم قوي يكون معايا دفتر، ده بتاعي انا، كل يوم بكتب 3 حاجات انا عملتهم وشايف ان انا محتاج ان انا اقدر نفسي بسبب الحاجات دي. طب ممكن اكون ما عملتش حاجات كبيره، عادي جدا، هات ابسط حاجه ممكن تكون حصلت في يومك النهارده وبالنسبه لك انت بتقدر ذاتك من خلال الحاجات دي. يعني انا النهارده كان في مشكله وبدات اختار بوعي ان انا اكون هادي جدا. ده بالنسبه لي تقدير جامد جدا اقدر بيه نفسي. هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ عقلك بيبدا يتبرمج بدل النقد وجلد الذات يبدا يكون لطيف مع ذاتك، يبدا يغير اللغه اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده. فطول ما انا عندي رحمه، طول ما انا مقدر ذاتي وبشوف الحاجات اللي انا عملتها قدامي وهي حاجات بالنسبه لي لا ده انجاز عظيم ان انا اكون هادي بالطريقه دي، هنا عقلك بيبدا يغير البرمجه القديمه. ودي من الحاجات المهمه جدا في برمجه عقلك عشان تبدا تقبل ذاتك، ومن خلال قبولك لذاتك هتقدر تحبها. ولما هبدا احب نفسي هبدا اعمل رقم 5، الحدود الصحيه. كتير مننا ما بيعرفش يعمل حدود. انا طول الوقت بسمح للناس انها تاذيني، بسمح ان انا
لنفسي ان انا اخدم الناس على حساب نفسي، ارضيهم على حساب نفسي، بس مجرد ان هم يشوفوني ويقبلوني. لما ابدا ان انا اقبل نفسي واحب نفسي، هبدا اعمل حدود صحيه لنفسي. انا مش هقبل باقل ما تستحق نفسي. يعني انا طول الوقت انا مركز على نفسي، مركز ان انا بعمل ده عشان خاطر نفسي، مش عشان خاطر الناس اللي حواليا. ودي هتفرق معاك جدا. وهنا هبدا اركز على المقوله اللي طول الوقت بقولك عليها دي، تكتبها وتبروزها قدامك، ان العالم الخارجي انعكاس لعالمك الداخلي. يعني كل حاجه بتحصل بره هي بتحصل جواك. يعني انت اول ما تبدا تقبل نفسك وتحب نفسك وتبدا تتغير تغيير جذري، الناس اللي حواليك هتتغير تماما. انا بدات اهدى، بدات اوصل لحاله السلام. انا مش بسعى واوفر طاقتي لنفسي، بدل ما انا طول الوقت بسعى وبدي للناس اللي حواليا وبحس باستنزاف. انت هنا بتحس ان انت قوي جدا، تحس بحاله الشعور اللي هو بالسلام والسعاده، لان انا دلوقتي بدات اشيل كل حاجه من قدامي، وتركيزي اللي انا طول الوقت مركز عليه على العالم الخارجي، وهبدا اركز على العالم الداخلي اللي هو انا وبس. من خلال هنا انت بتبدا تعمل برمجه جديده لعقلك. انت هنا بتبدا فعلا تتقبلها وتحبها، بتعمل حدود وانت حاطط رجل على رجل. انت مش حاسس شعور الذنب وجلد الذات. ما احنا وقفنا كل ده، احنا بدأنا يكون عندنا رحمة، يكون عندنا لطف، يكون عندنا تقدير لذاتنا. كل ده بيخليك لما تبدأ تعمل حدود وتختار نفسك رقم واحد، انت هنا بتحافظ على نفسك واحترامك وتقديرك لنفسك، وبتعمل حدود بدون اي شعور بالذنب. يا جماعة، لما ببدأ اختار نفسي رقم واحد مش معناه انانية. في فرق كبير بين انا بحب نفسي واختارني انا في حالة السلام والسعادة من غير ما اذي اي حد قدامي، غير الانانية. الانانية انا بدوس على اي حد، المهم انا. لا، انا هنا ببدأ ان انا اقدر نفسي واختارها هي رقم واحد، بناء عليه بقدر ادي للناس اللي حواليا. يعني لما احب نفسي قوي هقدر ادي للناس اللي حواليا من الحب اللي انا بحبه لنفسي، عكس ان انا عندي احتياج وببدا ان انا ادور عليه بره، فتلاقيك بتاذي نفسك وبتاذي الناس اللي حواليك. فاختار انك تكون فعلا متقبل ذاتك. لو انت محتاج تغير حياتك الحقيقيه، لو محتاج تتحرر وتتشافى بجد، اختار انك تقبل ذاتك وتحبها. تعالى بقى اقول لك على تمرين مهم جدا 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 في تقبل الذات. وتعالوا بقى نختم بأهم حاجة في الحلقة كلها، وهو التمرين العملي اللي هبدأ من خلاله. لما أعمله كل يوم هتلاقي نفسك بدأت تحب نفسك أكتر وأكتر، وبدأت تنجح وتشتغل على نفسك وتطور من نفسك. تعالى كده اقعد في مكان هادي، وابدأ هدي عقلك خالص، هدي جسمك خالص، من خلال ان انا ابدأ اتنفس بعمق. باخد شهيق من الأنف، بقفل النفس شوية، وابدأ اطلعه من الفم بهدوء تام. هعمل ده مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما الاقي نفسي هديت جدا. وابدأ هنا ركز كل انتباهك على جسمك. انا بغمض عينيا واحط ايدي كده على قلبي، وهبدأ ان انا اركز كل الانتباه بتاعي على جسمي بس. تمام؟ ابدأ اسأل نفسك انا حاسة بايه دلوقتي، او انا حاسس بايه دلوقتي. اول ما هبدأ اقول انا حاسس بايه دلوقتي وانا حاطط ايدي كده على قلبي، هبدأ اقول احساسي بكل صدق وبدون احكام. حاسه ان انا قلقانه، متوتره، خايفه، اي احساس. انا حاطه ايدي هنا على جسمي اهو، تمام؟ وابدا اغمض عينيا وانتبه للجسد عندي، وهبدا اقول احساسي اللي انا حاساه بدون حكم وبهدوء. انا متوتره، انا خايفه، انا هاديه، انا متحمسه، انا شوفي الاحساس اللي انت جسمك حاسه وابداي طلعيه. تمام؟ بعد ما طلعت الاحساس وانا مغمضه عينيا، هبدا اقول انا اتقبل نفسي، انا احب نفسي كما هي، انا بسعى دايما ان انا اكون افضل نسخه من نفسي، لان انا استحق الحب والقبول. ابداي قرري الجمل التوكيديه دي لنفسك. انا احب نفسي، انا متقبله نفسي، انا استحق الحب، انا استحق القبول، انا اسعى ان اكون افضل نسخه من نفسي. من خلال التوكيدات اللي انت بتقوليها لنفسك تبداي تملي جسمك بالحب والتقبل الحقيقي. هتحس بفرق كبير جدا بعد التمرين ده. التمرين ده اعملوه يوميا. من خلال التمرين ده هتبداوا تتقبلوا نفسكم قوي وتحبوا نفسكم قوي. من خلال بقى تقبلك لنفسك وحبك لنفسك، امحي اي شعور سلبي بيجيلك. انت خلاص انت بدأت تغمر نفسك بالسعادة الحقيقية، بالطاقة الإيجابية. بتبدأ تشيل من دماغك أي مقارنات. أنا بقارن نفسي دلوقتي بنفسي اللي قبل كده. هو ده التغيير الحقيقي، هو ده التطور الحقيقي. مش ان انا اسعى لبره ولا الخارج ولا الناس، اسعى للداخل عندك عشان تحس بالهدوء والسلام.
انا كده خلصت الحلقه بتاعتي، يا رب تكون فعلا فرقت معاكم. ولو حسيت انه فرقت معاكم ما تنسوش انكم تشاركوا الفيديو ده لناس تانية، وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك. ولو محتاجين مساعده انك تكتشفوا نفسكم اكتر وتقبلوا نفسكم اكتر وتتحرروا وتتشافوا من اي صدمات وجروح، هسيب لكم رقم الواتساب بتاعي، تواصلوا معايا ان شاء الله باذن الله اكون الكشاف اللي بينور حياتك الجديده. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا ليكم. كان معاكم سفيره السعاده دينا خلاف.